من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم، أو لعلنا من أنصار مهديكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة العظيمة والفاجعة الأليمة، ألا وهي ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا وإمامنا أبا الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين وأبنائه الطاهرين. ولذكره المبارك الأقدس ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى جرت سنته في أوليائه الطيبين الطاهرين أنه نزههم وصفاهم وزكاهم وقدسهم من كل شيء. لذلك نحن عندما نقف على أعتابهم المباركة في الزيارة نشهد لهم بذلك. وهذه الزيارات إنما وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندما تقف أمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مثلا، فإنك تشهد له بهذه الشهادة، تقول: أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. وهذه الشهادة أيها الأخوة، نحن عندنا في فقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن العقائد الحقة التي تجب علينا لها عدة تعابير، منها أنها تأتي بعد هذا القول أشهد. شلون لما ما نقف للصلاة بالأذان نقول أشهد أن لا إله إلا الله، كذلك فإننا نشهد بهذه العقيدة. فنحن نشهد للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه نور الله، وأنه كان في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. في هذه الليلة إن شاء الله نذكر جانبا من عظمة وقدسية هذا الرحم الطاهر الذي الله سبحانه وتعالى جعله وعاء للإمامة، وهي أم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وعليها، وهي السيدة حميدة المصفى عليها أفضل الصلاة والسلام. في الروايات أحد أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أبو جعفر الأول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: زرت الإمام
الباقر عليه السلام وسألته، قلت له: سيدي متى تزوج جعفر؟ يقصد جعفر الصادق صلوات الله عليه أبو عبد الله. طبعا بالنسبة للكنية، قبل من عادات العرب أن الطفل أول ما يولد يسمى ويكنى، فهو كنيته أبو عبد الله قبل أن يتزوج. متى تزوج أبو عبد الله؟ يقول: فقال لي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: نحن ننتظر تلك الأمة المباركة. يقول: سكت عن الكلام. بعد فترة من الزمن يقول: جئت إلى زيارة الإمام، فقال لي الإمام: تعال، وأخرج لي صرة، قال: هذه الصرة فيها 70 دينار ذهب. قلت: نعم مولاي. قال: تذهب إلى سوق النخاسين. سوق النخاسين السوق الذي يباع أو تباع فيه الإماء وكذلك العبيد، فإنك تجد رجلا نخاسا صفته كذا وكذا، وقد باع كل الجواري إلا جارية واحدة، فلا تساومه عليها. شنو يقول؟ انطيه الثمن. يقول: جئت إلى نفس المكان الذي قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه الباقر، وجدت هذا النخاس بوصفه واسمه، سلمت عليه: هل لديك من الجواري؟ قال: بعتها كلها إلا هذه المريضة. كان الله سبحانه وتعالى أيضا من السنن الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يلقي عليها المرض حتى لا يرغب بها أحد. فقلت: نعم أنا أريدها منك. قال: ب70 دينار. فأخرجت الصرة وقلت له: هذه الصرة. قال: عددتها؟ قال: زنها. قبل دنانير يا أما عدد وأما وزن. قلت له: وزنها. هو عنده عقيدة بالإمام، قال له: إذا طلعت بها نقص أو زيادة أنا أنطيك أضعاف. يقول: فوزنها فوجدها 70 دينارا كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكما هو ثمنها. يقول: فجئت بها إليه، فلما دخلت على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لها: ما اسمك؟ قالت: اسمي حميدة. قال: حميدة في الأرض ومحمودة في السماء. اللهم صل على محمد. محمودة في السماء، هذا مقام اصطفائي قرآني، هذا الله سبحانه وتعالى جعله في القرآن للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله: وسيبعثك ربك مقاما محمودا. بالدعاء يقول: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. الإمام الباقر عليه السلام يقول أن السيدة حميدة المصفاة عليها أفضل الصلاة والسلام لها هذا المقام في الآخرة. ثم قال لأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا أبا عبد الله، استوص بها خيرا ستلد لك خير أهل الأرض. يقصد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وسئل أيضا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن حميدة، فقال، والرواية في بحار الأنوار الجزء 47، اللي يحب يراجع في تاريخ الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. سئلوه عن السيدة حميدة، قال: حميدة مصفاة من الأدناس، يعني رب صفاها كسبيكة الذهب. شلون سبيكة الذهب ما بها أي شوائب؟ وهذا لا يعني إلا العصمة، إلا الطهارة، إلا النجابة. حميدة مصفاة من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أدت إلي ولي الله وهو الحجة من بعدي.
اللهم صل على محمد وآله. السيدة حميدة عليها أفضل الصلاة والسلام نحن لا نقول فقط بعصمتها، وهاي العقيدة ليست غريبة عن شيعة أهل البيت، هذا ما نقر به ونعترف به، والأرحام المطهرة. لما ما تقول الزيارة لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها، يعني نسب الإمام المعصوم مثلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو الإمام صاحب الذكرى الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، نسبه عن طريق آبائه وعن طريق أمهاته لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها. وهذا تصريح الإمام وتحدي الإمام، ولم يثبت أحد لا من النواصب ولا من المخالفين ولا من غير الأديان أن هناك والعياذ بالله نجاسة أو خبث في نسب أحد الأئمة على الإطلاق. لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها بالنسبة للطهارة، ما مروا في صلب أو في رحم كافر كما يقول المخالفون. وتقلبك في الساجدين، يسألون الإمام الصادق عليه السلام، يقول ما معنى هذه الآية وتقلبك في الساجدين؟ قال والله ما عنا بها إلا الأنبياء والرسل والأوصياء، يقصد على نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إضافة إلى ذلك أن نسبهم الشريف هو من الأب هو ثابت، هو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من نسب الأمهات أرحام طاهرة كما قلنا لم تنجسهم الجاهلية بأنجاسها. بعد الله سبحانه وتعالى حفظهم حتى من العيب المادي مثل البخل أو الانحراف أو الانحطاط أو الجبن. قال ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. هذا قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الزيارة منسوبة للإمام الصادق عليه السلام. نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها، كنتم نورا. بينما الله سبحانه وتعالى عندما بشر زكريا بيحيى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام ماذا قال؟ وقد خلقتك من قبل وكنت نورا ولم تك شيئا. ولم تك شيئا، لم تك شيئا. الآن ولد يحيى وأنت يا زكريا أيضا قبل أن تولد لم تكن شيئا، ولكن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. وهذا النور ليس في هذه الدنيا فقط. جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، هذا الصحابي الجليل العظيم، سأل النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ما خلق الله الأول؟ أول ما خلق الله؟ قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. اللهم صل على محمد وآله. هذا النور إذا تقرأ في بحار الأنوار في الجزء الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله كيف أن هذا النور الله سبحانه وتعالى نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف تقلب في حجب الرحمة والمغفرة والرضوان، كل حجاب بما يقارب 70,000 سنة. وبعد هذه الحجب يقول خرج هذا النور، والرواية للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول فرشح من جبين ذلك النور قطرات. هذه القطرات يعني تعرق هذا النور. هذه القطرات خلق الله عز وجل منها 124,000 نبي.
خلقت الجنة، الإمام الصادق عليه السلام يقول خلقت الجنة من نور الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا النور جعلكم الله شنو؟ أنوارا، فجعلكم بعرشه محدقين، في زيارة جامعة بالعرش. نفس الزيارة يقول ثم من الله علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من العرش إلى تلك البيوت. نفس آية البيوت موجودة في القرآن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذا تبحثها تجدها في سورة النور. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يصف ذاك النور. أين هذا النور يا رب؟ قال رأسا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه ما مضى عليه دهرا لم يكن شيئا، بل كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. يقول أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يسأله عن علة السجود لآدم عليه السلام، قال بل سجدوا لنور كان في جبين آدم. فقلت له وما ذلك النور يا ابن رسول الله؟ قال هو نور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لذلك يقول الشاعر لو لم يكن في صلب آدم نوره ما قيل للأملاك قدما أسجدوا، وهو يمتدح بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لو لم يكن في صلب آدم نوره ما قيل للأملاك قدما أسجدوا، لولاه ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. يدخل أحد أصحابه على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كنت جالسا عنده إذ جاءه رسول حميده، يعني الخادم اللي كان في بيت الإمام، أرسلته السيدة حميدة إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه يبشره بولده. يقول فاستبشر الإمام وأسرع في الذهاب ثم عاد، قال لقد جاء شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست ولدت. قدست يعني مقدسة، اللي مع الأسف الشديد حتى اللي يعرف أنه أم الإمام الكاظم السيدة حميدة ما يدري بها معصومة، ما يدري بها مقدسة، ما يدري بها الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى عنايتها. ما زالت الأملاك تحرسها، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى عناية هذه القديسة كما يقول الإمام الصادق. قدست ولدت، إنها أخبرتني بما أنا أعلم به منها. قلت وما أخبرتك يا ابن رسول الله؟ قال إن ابني هذا أول ما وقع على الأرض وضع يده على الأرض والثانية رفعها إلى السماء وقال أنا حجة الله. قلت أو ينطق؟ قال نعم، هذا جرى في النبي وفي الإمام من بعده. أما قرأت في قوله تعالى قال إني عبد الله على عيسى بن مريم سلام الله عليه. الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه تعرض إلى عدة ابتلاءات، إلى عدة محن من هذه الأمة. فترة إمامة الإمام الكاظم عليه السلام عاصر المنصور الدوانيقي قاتل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعده ابنه الهادي، ومن بعده ابنه المهدي إلى هارون لعنهم الله أجمعين. كانت أسماءهم طبعا هاي مو أسماءهم الحقيقية غير أسماء، ولكنهم كانوا يتسمون بهذه الأسماء، وهذا فعل الطغاة
في كل زمان. شلون كان عندنا عبد الله المؤمن، صدام وغير صدام لعنة الله عليه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والد الإمام الكاظم عليه السلام، إمامته كانت في نهاية الدولة الأموية بداية الدولة العباسية، والدول في نهاياتها في بداياتها تكون ضعيفة. هذا أولا. ثانيا بني العباس من اجوا باسم يا لثارات الحسين. ذول بني أمية قتلوا ابن عم لنا، قتلوا الحسين بن علي والحسين بن عمنا، وذول قتلوه وأججوا الناس تحت هذا الشعار. وهذا دولة بني العباس في كل وقت تنعاد دولة بني العباس، اللي ينادي باسم الحسين وباسم التشيع وباسم إذا وصل للسلطة صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما قضى الأمر لا صلى ولا صام. ذولي اجوا بهذا المنهج. فالإمام الصادق عليه السلام استغل هذا الضعف في نهاية دولة بني أمية ودولة بني العباس، فعمد هذا الدين. هو إمام الدين الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لذلك احنا جعفرية. لما ما تولوا على الحكم أول ما قتلوا الإمام الصادق عليه السلام قتلوا أصحاب تلاميذه، وصبوا جام غضبهم على الإمام الكاظم عليه السلام، باعتبار بعد هذا ابنه هو المعصوم، فقضى تلك الحياة في سجون بني العباس. أحد أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وهو اسمه الفيض. قبل تعرف بأن الإمامة هي عهد الله. الإمامة ترى احنا اختلافنا مع المخالفين، الإمامة مو اختيار مو انتخابات، الإمامة عهد من الله عز وجل بشهادة القرآن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. أنا أتمنى من الشباب أنه يبحثون هذه الكلمة في القرآن. عهد الله هو الإمامة، وشوف عهد الله شنو مقاماته بالقرآن. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه عاصر بداية بني العباس من المنصور الدوانيقي هذا السفاح الظالم الكافر إلى اللا رشيد، فضيق على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفيض كان عادة أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم يأتون إلى الإمام مثلا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يسألونه أنه من الإمام من بعدك، ومع ذلك الإمام السابق كان يصرح باسم الإمام اللاحق. عندهم وصية خاصة وعندهم وصية عامة وعندهم إشارات وعندهم عبارات وعندهم تصريح وعندهم تلميح كثير. فإجوا للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسألونه عليكم السلام ورحمة الله أنه من الإمام من بعدك يا ابن رسول الله. هذا الفيض يقول فقال لي الصادق صلوات الله وسلامه عليه لقد كان أبي محمد الباقر عليه السلام إذا قام إلى محرابه لصلاته وفرغ من الصلاة يجلسني إلى جانبه ويقول أمن على دعائي، من أدعي أنت أمن على دعائي، وأنا لا أدعو إلا ويؤمن على دعائي موسى الكاظم. بعد واضحة الإشارة أنه الإمام من بعد موسى. يقول فقلت له زدني يا ابن رسول الله،
قال نعم، لقد كان أبي الباقر عليه السلام إذا سار في طريق أو سفر فلا يجلس أحد مكانه إلا أنا، وأنا إذا ذهبت لا يجلس مكاني سوى أبو الحسن. أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه كنية الإمام الكاظم عليه السلام، أبو الحسن الأول، أبو الحسن الثاني علي الرضا صلوات الله عليه، وأبو الحسن الثالث الإمام علي الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقلت زدني يا ابن رسول الله. الرواية تقول قال يا فيض اذهب إلى تلك النخلة، فالنخلة أمام الإمام الصادق عليه السلام، وقل لها إن سيدي جعفر بن محمد يدعوك للحضور. يقول رحت وقفت يم هاي النخلة قلت لها سيدي جعفر بن محمد يدعوك إلى الحضور. يقول والله فأخذت تخد الأرض خدا، تحركت إلى أن وقفت عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وسلمت عليه بلسان عربي فصيح، فرد عليها السلام وقال من الإمام من بعدي؟ قالت ولدك أبو الحسن موسى. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. شقيق البلخي أيضا الرواية موجودة مفصلة في بحار الأنوار وفي غير بحار الأنوار. يقول ذهبت إلى موسم الحج، إلى الحج، يقول أنظر إلى الحجاج إلى هاي، يقول لفت انتباهي، يقول أكو فد شاب أسمر اللون عليه سيماء العبادة، ولكن كانت ملابسه رثة، ملابس قديمة يلبس، دأبه الصلاة والدعاء. فقلت في نفسي هذا من المتصوفة، هذول التصوف عندهم على أساس ذول زاهدين بالدنيا وكذا، احنا ما عندنا تصوف بالإسلام، إن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده ولكن بالحلال. يقول هذا قلت من المتصوفة الذي يستكفف الناس، هسه بعد شوي ظل جدي باسم الدين. يقول جئت اقتربت عليه حتى أتبين أمره. يقول فالتفت إلي وقال يا شقيق البلخي اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وتركني وسار. قلت سبحان الله، هذا يعلم بما في نفسي، لا أحسبه إلا وليا من الأولياء، أنا كيف ظنيت به هذا الظن؟ يقول قلت والله لأذهبن إليه حتى أستسمحه، حتى أطلب المغفرة من عنده. يقول فلم أجد إلى غير مكان، تعرف الحجاج قبل لهم منازل ينزلون بيها، إلى غير مكان يقول شفته اجيت حتى أقول له تعذرني. يقول فما ان دنوت منه حتى التفت إلي وقال يا بلخي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول بعد زاد يقيني أكثر. يقول فرافقته دائما، يقول يمه أنظر إليه، أنظر إلى عبادته إلى صلاته، وهو راهب آل محمد. يقول حتى جاء إلى البئر فأخرج الإناء حتى يرتوي، سقط الإناء من يده في البئر، فقال يا الله إني لا أملك غيره فلا تعدمني. يقول والله العظيم وهذا الحج وهذا البيت الذي يحج إليه الناس من كل فج عميق، رأيت ماء البئر قد ارتفع حتى وصل الإناء إلى يده. اللهم صل على محمد. يقول فأخذه ووضع فيه قليلا من الماء وشيء من الرمل، ثم أدخل يده في الإناء وأخذ يحركه ثم شرب منه. قلت عجيب هذا الرمل ينشرب شلون؟ فقلت أسقني مما أسقاك الله. قال خذ. يقول شربته فإذا هو سويق وسكر، النوع من الحلوى. قبل موجودة هاي القصة، قصة السويق والسكر، شوفها بالنت، حتى بها أحد العلماء كتب بها هذا الشعر.
ثم غاب عني. يقول فأسرعت إلى بعض الأصحاب الذين كانوا معه قلت لهم من هذا؟ قالوا هذا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه تعرض كما قلنا إلى الكثير من المحن والكثير من العذابات، وكان السجن أكثر من مرة تعرض الإمام إلى الاعتقال وإلى السجون، ولكن سجن السندي بن شاهك لعنة الله عليه كان أشدها على الإمام. الإمام كان في سجن البصرة ونقل إلى بغداد بأمر هذا الطاغية هارون لعنه الله، هارون اللي يسمي الإمام الكاظم عليه السلام، أو ابن المأبون المأمون اللي قتل الإمام علي الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هارون اللي ما زال تمثاله الآن في بغداد، تدري لو ما تدري؟ الرشيد. وهاي بغداد موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لا حد الآن يقولون بغداد الرشيد. ويسألون شيعة أمير المؤمنين، يقول له اليوم الرشيد وزع راتب لو ما وزع مصرف الرشيد، يستلم من الرشيد وشارع الرشيد وفندق الرشيد وتمثال الرشيد، وهذا فد رمز بنا بغداد لعنة الله عليه. تدري النبي صلى الله عليه وآله اكو حديث اسمه حديث التابوت أهل النار، اكو تابوت في أسفل درك من جهنم، بي شخصيات ما نذكرها خاطر ما يطول بي المقام. واحد من عندهم هذا الملعون اللا رشيد هارون. كان يأمر بسجن الإمام وبالتضييق على الإمام، يضيقون عليه. إذا سمع بأن السجان تعاطف مع الإمام وقبل يقتل السجان لو يحول إلى سجان آخر، حتى جاء بهذا الرجس النجس هذا السندي بن شاهك لعنة الله تعالى عليه، وجاب من البصرة إلى بغداد. أكو فد ميزة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما ما تقرأ في تاريخ أهل البيت عليهم السلام تجد مصائبهم متشابهة تقريبا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اقتادوا بحبائل السيف، شتفوه وخذوه إلى السقيفة، وهاي الحبال وين صارت؟ عند الإمام زين العابدين عليه السلام بالسبي، وعند الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بالسجن، وعند الإمام علي الهادي عليه السلام بالسجن. الزهراء أحرقوا دارها، أحرقوا خيام الحسين صلوات الله وسلامه، أحرقوا دار الإمام جعفر الصادق عليه السلام عليه وعلى عائلته. والإمام يبكي، أحد بناته تسأله بعد هاي بنت رسول الله، قالت أبا احنا المصائب عادة عندنا ما بكاؤك؟ قال بني تذكرت حرق الخيام وفرار عماتي من خيمة إلى خيمة. ثم قال وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأنا ابن إبراهيم، وخرج الإمام الصادق عليه السلام من الدار. أسقطوا المحسن بين الباب والحائط، قتلوا عبد الله الرضيع صلوات الله وسلامه عليه. بس أكو مصيبة ما مرت إلا على الزهراء عليها السلام وولدها موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هاي المصيبة أن الزهراء عليها السلام صفعت على خدها، والإمام الكاظم صفعوا على خده. بالرواية هاي
الطامور السلام على المعذب في طوامير السجون. بالرواية السجن اللي كان به الإمام الكاظم عليه السلام، تلك الطامورة التي هي تحت الأرض، نفس يتنفس الإمام ماكو، فكان يصعد، أكو فالدرج حاطين، يصعد إلى الباب، الباب بفتحة حتى قليل من الهواء، لو يلقى عليه الماء الحار لو ما فعله السندي بن شاهك. قال كان ينظر إليه حتى صعد أدراج ذلك السلم، وصل إلى الباب، فتح الباب وصفع الإمام على خده، ثم دفعه وسقط الإمام إلى الأرض على الدرج إلى أن وصل إلى الأرض. يدخل عليه علي بن سويد على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. كان في بعض الأوقات يدفعون أموال طائلة حتى يواجه الإمام، حتى يشوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السجن السندي ابن شاهك وين كان قاعد؟ كان قاعد فوق، أو أكو بالأرض اللي قاعد بها هذا الملعون فتحة ينظر منها إلى الإمام، ينطيه فلوس على مود يشوف الإمام. أخذ الفلوس قال له انزل. يباوح هذا علي بن سويد، قال له شو ماكو الإمام؟ قال له لا موجود. قال له لا أرى إلا عباءة ملقاة على الأرض. قال له هو هذا موسى الكاظم ساجد. يدخل يجي يم الإمام سلام الله عليه، الإمام نظر إليه وبكى صلوات الله عليه. قلت سيدي ما الذي يبكيك؟ هاي المحن والشدائد، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة. قال يا ابن سويد ما لهذا بكيت، ولكن هذا الملعون ابن شاهك دخل علي وأنا أصلي ورفسني برجله، وما لهذا بكيت ولكنه سب أمي فاطمة. كان يضيق على الإمام صلوات الله عليه وسلم. سندي بن شاهك لعنة الله عليه، إلى أن اجى الأمر من هارون بأن يقتل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه. هذا الإمام العظيم، أكو لقب من ألقاب الإمام. أنا صراحة حسب قراءتي القاصرة ما لقيت أحد الأئمة عليهم السلام عند هذا اللقب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحد أصحابه من سأل عن الإمام من بعده من، يقول بهاي الأثناء، يقول دخل علينا أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام، فالتفت إليه الإمام الصادق قال أيسرك أن تنظر إلى صاحب كتاب علي الذي قال عنه الله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فانظر إلى ولدي أبو الحسن صاحب كتاب علي. السلطة بعد ما قدرت أن يخفون هذا النور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أمر بأن يدس إليه السم يسمه. فعلا بعد هاي السنوات الطوال من العذاب، تدري شنو العذاب؟ السجن. السلام على صاحب الساق المرضوض بالحديد، أرطال من الحديد كان مقيدة وهو في الطامورة. هاي الجامعة اللي كانت بإيده كلما ذاب شحمه ولحمه يبقى فراغ، يحطون إيده ويضربونها بالحديد إلى أن تصل إلى يده، وقد أوصى في بعض الروايات أنه يدفن بها. دسوا إليه السم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه شابه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه المصيبة. الإمام 3 أيام بقى من غير دفن، يوم في السجن
ويوم في دار الشرطة، ويوم على الجسر ببغداد. الله أكبر يا هذا الجسر. متى الفرج يا ابن رسول الله؟ تقطعت قلوبنا. قال يا ابن سويد الفرج قريب، موعدنا يوم الجمعة بعد صلاة الظهر على جسر الرصافة ببغداد. يقول انطلقت، ما تركت باب من أبواب الشيعة إلا وطرقت أبشرهم البشرى البشرى. فرج الإمام يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، والموعد عند الجسر ببغداد. وإذا بالموعد جنازة يحملها 4 من الحمالين، وينادى السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. هذا إمام الرافضة، ما قال إمام الشيعة. ترى أكو شيعة كانت بالبلاط مال هارون، واكو شيعة الآن ضد الحسين وضد مجالس الحسين وضد المشاية مال الإمام الكاظم، وش شايفين؟ هذول اللي تسميهم السيدة زينب أشياع الضلالة. بس الرافضة هو الإمام الكاظم سلام الله عليه قالوا مولانا ينبذون بكلمة، قال يقولون لكم الرافضة؟ قلنا نعم يا ابن رسول الله. قال هذا وصف نحله الله لكم، أتعلمون من الرافضة؟ قلت من يا ابن رسول الله؟ قال الذين رفضوا عبادة العجل بعد موسى عليه السلام. احنا الرافضة، وهذا إمام الرافضة. يوم بقى بالسجن، ويوم في دار الشرطة، ويوم على الجسر ببغداد. وبقى واجت الناس، وكان الأمر لا تشيع ولا أي شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يشيع. اللي يجي هذا الطبيب يسألونه شوف هذا القتيل شنو سبب وفاته؟ نظر إليه قال أله عشيرة؟ قلنا هذا عميد بني هاشم. قال فليطلبوا بدمه فإن الرجل قد قتل مسموما.